السلام عليكم العزاز الغالين، كي دايرين؟ بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. عواشر مبروكة، والله يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان ان شاء الله يا ربي بالصحة والهنا وطولة العمر. سمحوا لي على هذه الغيبة الطويلة. المهم انا رجعت معكم بهاد لي موفين ولا لي كوب كيك، كل واحد واش كيقول ليهم، غنيين جدا. اللي بغى يصيبهم في هذا الشهر الكريم إن شاء الله رمضان، راهم جد مغذيين، لأن فيهم غير الفواكه الجافة والدقيق ديال اللوز. صراحة كيصلحوا الناس اللي كيعانيوا من حساسية ديال الجلوتين، والناس اللي عندهم الريجيم، كذلك ديال عسر الهضم. كنحتاجو هنايا جبيضات كيف تشوفوا معايا بلديين، يعني ديال الدجاجة. وانتوما اللي موجود عندكم، المهم انكم ما تبقاوش بلاش، هي صايبوها واخا ما يكونش البيض بلدي. عندنا التمر واللوز مقطع زلافه، عندنا زلافه ديال اللوز بودره، وعندنا زلافه ديال البرقوق والمشماش الجاف، وعندي هاد السكر ديال الكوكو، يعني سكر طبيعي صحي، وعندنا هاد زليفه ديال الكوك، وعندي هاد شويه ديال حبيبات شوكولا، يعني بيبيت دو شوكولا، وقبصه ملح، وعندي خماره بيو ناتشورال، وعندي ساشي ديال الفاني، وهاد 3 معالق ديال زيت الزيتون باش تكون صحيه، ومعلقه ديال هاد الزبده ديال الكوك حتى هي كتبقى صحيه وجد مفيده. صافي كنحتاجو هاد المول ديال هاد لي موفين ولا لي كوب كيك. من الاحسن ديروها في هذوك الكويغطات. هنا الخليط ديالي باش ما نطولش عليكم لا فيديو، غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. هذا هو الخليط، تيجي شويه مخفيف ما ثقيل، وغادي نزيد عليه هذوك حبيبات الشوكولا في كل وحده. صافي ورجع معكم ان شاء الله من غادي نخرجوها من الفرن. ها هي هاد لي موفين جات رائعه، والمذاق ما نقول لكمش، جا لذيذ بزاف وجات مهويه وجد كما قلت لكم جد غنيه. الا كليتوها يعني راه فيها كل شيء ما تحتاجوش. واللي بغى يعوض دقيق اللوز ولا يعني يجيكم مكلف، تقدروا تعوضوا بدقيق الكامل، تقدروا تعوضوا بالكوك اللي كيكون مطحون مزيان، تقدروا تعوضوا باي حاجه. المهم هو انكم تصايبوها وتكون حليوه اللي صحيا 100%، كتاكلوها وانتم فرحانين وتعطيوها لوليداتكم بدون مواد حافظه، بدون حتى شي حاجه، لا زيت هذاك الزيوت مهدرجه، لا حتى شي حاجه، لا زبده لا والو، فيها هذاك كل شيء راكم كتعرفوا هذوك العناصر، يعني راهم غنيين عن التعريف. دابا راه كلشي ولا كاع مع هاد مواقع التواصل الاجتماعي تبارك الله، وهذا الشيء ديال الانترنت، راه بنادم كلشي ولا كيعرف الحاجه الصحيه والحاجه اللي ماشي صحيه. يعني راكم عارفين، جربوها وردوا عليا الخبر في التعاليق ديالكم يا ربي، وتنتمنىكم انكم ديروا لي لايك وديروا لي التعاليق، تقولوا لي الا جربتوها كيف جاتكم. راها في ربع ساعه ما كتفوتهاش بين الطهي ديالها وتوجد في ساعه، عندك 20 دقيقه وها هي واجده. تقدروا ديروها في السحور، تقدروا ديروها في الفطور على شله، ولا في لي غوتي ديال الوليدات يديوها معاهم وهما كياكلوا حاجه ديال البيت.